السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فرق كبير جدا ما بين الشهرة والتأثير. مش كل مؤثر مشهور ومش كل مشهور مؤثر. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ ان الشخص المشهور معروف لناس كتير بسبب حاجة عملها او ممكن يكون بمحض الصدفة، لكن الشخص المؤثر غير كده. الشخص المؤثر ده شخص ممكن ما يكونش معروف بالنسبة للناس كلها، بس ليه تأثير كبير قوي في المجتمع. طيب انت عايز تكون ايه؟ عايز تكون مشهور ولا عايز تكون مؤثر؟ ممكن تكون عايز تبقى مشهور بس القيمة اللي انت بتقدمها ملهاش لازمة، وممكن تكون عايز تبقى مؤثر وليك قيمة كبيرة جدا في المجتمع وبتقدم حاجات كبيرة جدا، ومش شرط عندك تكون مشهور او لا. لو انت بتدور على انك انت تكون مؤثر في المجتمع وانك انت تقدم حاجة مفيدة للمجتمع، يبقى انت كده في اولى خطوات التأثير، واولى خطوات يبقى انت ممكن تكون اصلا مؤثر بالفعل. طيب مين بقى المؤثر ده؟ المؤثر ده هو الشخص القائد اللي بيتبعه الناس بدون ترتيب منه، يعني هو ما بيرتبش الموضوع ده، هي كده بتيجي بمحض الصدفة. ده بيبقى شخص مستقل، ليه أفكار ومبادئ واضحة، الناس بتعجب بيها جدا. ما بيدورش على الشهرة على قد ما بيدور على نجاح للفكرة اللي هو مؤمن بيها. الشخص المؤثر ده ممكن يكون عبارة عن أي واحد في المجتمع، ممكن يكون مدرس لغة عربية، ممكن يكون مدير مصنع، ممكن يكون موظف في شركة، ممكن يكون أي حاجة. وعشان تبقى شخص مؤثر لازم في خطوات معينة لازم تتبعها عشان خاطر أنت تعرف توصل للمكانة دي. الموضوع مش عايز خلطة سرية ولا حاجة، الموضوع كله محتاج انك انت تكون مؤمن بالافكار بتاعتك، وانك انت تحاول انك انت تسعى لتحقيقها بشيء طبيعي. انت مثلا دلوقتي مؤمن بالعمل التطوعي، هتحاول انك انت تكلم اصحابك وهتلاقي نفسك مشيت في العمل التطوعي بدون اي جهد منك او اي حاجة. ومن اهم الحاجات اللي ممكن تعملها عشان خاطر تبقى مؤثر انك انت تساعد الاخرين. المساعدة هنا مش مساعدة مادية أو حاجة زي كده، ما هي ممكن تكون مادية في بعض الحالات، بس المساعدة إنك أنت تساعد الآخرين بأفكارك، بعملك، بحاجات كتير إنك أنت ممكن تفيدها. تخيل إنك أنت مثلا موظف في شركة وبتدي معلومات لزميلك عن إن هو إزاي يأدي شغله كويس، بتدي معلومات، بتدي اقتراحات أو أفكار لمديرك إن هو يطور من الشركة أو حاجة زي كده. أنت كده شخص مؤثر. أنت في البيت بتساعد إخواتك، بتساعد أمك، بتساعد أبوك، أنت كده بتبقى شخص مؤثر. إنك أنت تحاول تساعد الآخرين اللي حواليك في المجتمع آه، بأي حاجة مش شرط مادية، يعني أنت كده شخص مؤثر. وتاني حاجة برضو إنك أنت تعلم الآخرين. أنت دلوقتي عندك علم معين، عندك مهارة معينة، عندك لغة معينة أو أي حاجة، لو ابتديت إنك أنت تعلم الآخرين وإنك أنت تفيدهم وإنك أنت تحاول تخليهم يطوروا من نفسهم في الحاجة اللي أنت متمكن فيها واللي أنت متميز فيها، أنت كده برضو بتبقى شخص مميز. برضو من أهم الحاجات عشان خاطر تبقى شخص مؤثر إنك أنت تطور من نفسك. إنك تطور من نفسك دي حاجة مهمة جدا، إنك أنت محتاج إنك أنت تكون مثال يحتذى به. فأنت لازم إنك أنت تطور من نفسك، لازم إنك أنت تعلم نفسك أكتر أكتر، توطد نفسك في المعلومات اللي أنت بتستخدمها في المجال بتاعك، أو إنك أنت تحاول بقدر الإمكان إنك أنت توسع القاعدة المعلوماتية عندك عشان خاطر تعرف تفيد أكبر قدر من الناس وتعرف تفيد نفسك. برضو من أهم الحاجات في حتة التأثير إنك أنت تقدم للآخرين اللي هم محتاجينه. يعني كمثال مثلا حد راجل عجوز ساكن جنبك، هو مش محتاج منك اي حاجه غير انك انت مثلا تخبط عليه وتسلم عليه وتقول له صباح الخير وتتكلم معاه كلمتين ثلاثه مثلا في اسعار المنتجات الغذائيه كذا كذا اي حاجه. الطفل مثلا الصغير لو مثلا طفل شقي ولا بتاع، انت مش محتاج منك غير انك انت تفهمه ايه الحنيه، تكلمه في اي حاجه. في امثله كتير جدا في انك انت تقدم للناس التانية اللي هم محتاجينه بالظبط. يعني هم مثلا محتاجين، ممكن تكون حاجات بسيطه، ممكن لفتة بسيطة منك، أو مثلا إنك أنت يعني تاخد من وقتك 3 دقايق عشان تشاركهم في حاجة معينة. دي كبيرة جدا وبتؤثر جدا جدا في مجتمعك وفي اللي حواليك كلهم. وعشان كده عايز أقول لك لازم إنك أنت تكون مؤثر في كل حتة أنت بتروحها، في كل مكان. حتى لما بتيجي تروح مطعم عشان تاكل وحد بيقدم لك خدمة معينة، انت ممكن تبتسم في وشه وتقول له شكرا، ممكن انك انت تتكلم معاه كلمتين ثلاثة. ممكن يكون هو بيمر بظروف صعبة جدا، والكلمتين ثلاثة اللي انت اتكلمتهم معاه ريحوه نفسيا، وانت كده بقيت شخص مؤثر. مش شرط تكون مشهور عشان تبقى مؤثر، ممكن انك انت تبقى شخص عادي جدا محدش كتير يعرفك، بس ليك تأثير كبير جدا إيجابي على المجتمع نفسه. دمتم مؤثرين.